السلام عليكم ومرحبا بكم في اول فيديو ليا في القناه اللي غادي نشرحوا فيه برنامج الافتر افكت بالنسبه للناس اللي يلاه بادين. غادي نحاول الفيديو تكون ما بين 30 دقيقه الى 50 دقيقه باش ما تملوش ونحاول نوصل اكثر المعلومات في هذا الوقت. على الاكثر غادي تكون واحد 4 ولا 5 ديال الفيديوهات كنشرحوا فيها غير البرنامج ومن بعد نديروا فيديوهات ديال الموشن جرافيك. فما تنساوش تابوناو في القناه، وهذا هو الانستغرام ديالي اللي فيه بزاف ديال لي شورت توتوريال اللي غادي تستافدوا منهم وتما كنشارك معكم بزاف ديال الحوايج. اول حاجه خاصنا نعرفوا هي الفرق بين الافتر افكت والادوب بريمير. الافتر افكت مختص في تصميم الموشن جرافيك والمؤثرات البصريه في اف اكس وتحريك النصوص واي حاجه بغيتي تحركها، وكيعتمد على مبدا الطبقات لي لايرز، وهو برنامج كياخذ وقت الصراحه باش تعلم ليه. اما البريمير فهو برنامج ديال قص ولصق وتعديل المشاهد، يعني عندنا بزاف ديال الفيديوهات كنجمعهم في فيديو واحد، وكذلك مختص في التلوين والصوتيات، يمكن لي ندير به حركات ولكن محدوده ماشي بحال الافتر افكت. البريمير كيعتمد على مبدا التايم لاين عكس الافتر افكت، هو سهل انك تعلم ليه. حاليا اي واحد كيدير المونتاج فضروري تكون عنده خلفيه في الافتر افكت لانه غادي يحتاجها وسوق العمل اللي فرض هذا الشيء. وكنا كنشوفوا الفيديوهات اللي منتشرين دابا 80% كيتخدموا في الافتر افكت. من بعد ما كتفتح برنامج الافتر افكت فهذه هي الواجهه اللي كتطلع لك اول مره، ما كاينش شي اختلاف بيناتهم الا قليل. غادي نشرحوا 4 ديال الحوايج: البروجيكت بانل، تايم لاين، الكومبوزيشن والتولز بانل. التولز بانل معروفه عند كلشي وكتكون في اي بروغرام. مناش كتكون عندنا حنا في الافتر افكت، كتكون عندنا من هادشي اللي كتشوف هنايا. سيليكشن تول معروفه، الهاند تول، زوم تول، هاد 3 ديال لي زايكون ما غاديش نهضر عليهم دابا، حتى نديروا عليهم ان شاء الله شي فيديو لانهم كيحتاجوا الشرح ديالاش هاد 3 ديال الكاميرا ان شاء الله غادي نشرحوهم. عندنا هنا اداه ديال الروتيشن، الاداه ديال الانكور بوينت اللي هي ديك نقطه الارتكاز حتى هي راه مهمه، وهنا دوك معروفين مربع، دائره الى اخره. البان تول حتى هي معروفه، التكست تول معروف. عندنا هنا البراش، عندنا هنا الكلون ستامب دابا نعرفوه حتى هو، عندنا هنا الممحات، عندنا هنا الروتو بروش. هادي شنو هو الطور ديالها؟ مثلا عندك واحد الفيديو فيه واحد الشخصيه كتخليك تحدد ديك الشخصيه اولا ديك السياره ولا داك الموتور ولا اي حاجه عندك وكتعزلو على الباك جراوند. وعندنا هنا البابيت بين معروفه حتى هي غادي ان شاء الله نشرحوها. دابا غادي نشوفوا البروجيكت بانل. اشنا هي هاد البلاصه؟ هاد البلاصه هي فين كتحط الملفات ديالك، تصاور فيديوهات، ملفات الفوتوشوب، ملفات الاليستراتور الى اخره. هنا ركز لي على 2 ديال الحوايج: لي فولدر والكومبوزيشن. من هنا كتكري لي فولدر ديالك ومن هنا كتكري لي كومبوزيشن ديالك. كاينه بلاصه اخرى ملي كتكري الكومبوزيشن منين؟ من هنا تقدر تكري الكومبوزيشن ديالك، من هنا تقدر تكريها، من هنا الاختصار ديالها كنترول ان، تقدر ديري كنترول ان وتكري الكومبوزيشن ديالك. عندنا هادشي اللي كتشوف لتحت كاملو هذا هو التايم لاين. هنا فين كتكون الحرب ديال الكي فريم، هنا فين كيداروا الكي فريم ديالك، ومن هنا كتخدم مزيان. هاد الجهه اللي كتشوف هنايا انت كتحكم فيها كي بغيتي. الافتر افكت كيعطيوها لك ديفولت هنايا، ولكن حنا نقدروا نقادوها كي بينا وغادي نشوفوها في واحد الفيديو كيفاش نصاوبوا الافتر افكت نخدموا بها الريل، ونصاوبوا افتر افكت نخدموا بها فيديوهات عاديين. صامارش ان شاء الله راه غادي نشوفوا كيفاش نديروا هادشي كامل ونحولوا الكومبوزيشن هنا باش نخدموا الريل، وهادشي كامل نحولوا لهادشي هادي غادي نشوفوا هذاك الشيء. دابا ندوزو للكومبوزيشن. الكومبوزيشن بحال السيكونس في البريمير هو فاش كنحطوا الصور، الفيديوهات، الاشكال الى اخره، كنحددوا المده ديالو، لي فريم باش غادي نخدموا، توقيت وحوايج اخرى غادي نتعرفوا عليها دابا. كيفاش نكريو واحد الكومبوزيشن؟ كما قلت لك عندنا 3 ديال الطرق ولا 4 ديال الطرق. كاين الكنترول ان اللي هو الاختصار ديالها، كاين انك دير ضغطه هنا، كاين انك دير ضغطه هنا، وكاين انك تمشي لهنايا. اش نجيو حنا نديرو هنا ضغطه مزيان كطلع لنا هاد الواجهه هادي. اول حاجه كتقدر تختار واحد السميه لهاد الكومبوزيشن، عطا واحد السميه مزيان، سميها اللي بغيتي. انا ما غاديش نسميها دابا. عندنا هنا هاد 3 اللي كتشوف هنا ما غاديش نحتاجوهم، هادي نقدروا نحتاجوها. اشنو فيها؟ كيكون فيها هنا 2 ديال الحوايج. النسخه 23 لتحت غتلقى 2 ديال الحوايج، 25 24 25 غادي تزاد واحد الحاجه سميتها الادفانس 3 دي، ما عندناش هنا في 23 مزيان. من بعد نشرحوا هاد السينما فردي لاش كنحتاجوها. دابا غادي نخليوها في كلاسيك 3 دي مزيان. رجعوا للبيسك ديالنا. فاش غادي نكليكي هنا غادي نلقى جميع القياسات اللي كنحتاجهم، ديرها لك ادوبي هنايا، تقدر تخدم بهم تقدر ما تخدمش بهم، انت حر مزيان. انا ما كنخدمش بهم، كنجي هنا كندير 19 20 1080 مهني راسي. بيت 4K راه كندير القياسات ديال 4K، بيت 2K كندير القياسات ديال 2K. هادي الا لقيتيها خدامه حيدها باش انك تحكم هنا بوحدو هنا بوحدو.
بغيتي ريل راه باين اش كدير ريل الفوق 1080 لتحت 19 20. هذا هو القياس ديال الريل معروف عند كل شيء. غنرجع كي كانت 19 20 1080. انا كنقول لك داكشي اللي كنخدم به فهمتي. انت بغيت تخدم بهادو خدم بهم. عندك هنا الفوركا، عندك السوشيال ميديا، عندك اي حاجه بغيت تخدم بها خدم بها، انت حر. انا قلت لك داكشي اللي كندير. هنا ما غنحتاجوش، ولكن هنا غادي نحتاجو. اشنا هو هذا هو الفريم ريت. الناس ديال الكاميرا والتصوير عارفين شنو هو. حتى انت الا بغيت تخدم افتر افكت خصك تعرف شنو هو الفريم ريت فهمتي. عدد الصور في الثانيه هو هذا اللي كتسمع بالفريم ريت هو هذا. هنا كتختار الفريم ريت اللي بغيت تخدم به هذاك البروجي ديالك. عندك 25 24 29 30 50 حتى 120. انت اختار ديك الساعه اللي عجبك. هنا عندك الفول الهالف تير الكوارتر الكاستم ديال ولا شادو ديال الريندر. خليني نقول ماشي نقول الريندر وغنقول البريفيو ديال البروجي ديالك. فاش كتطلق البريفيو تشوف البروجي ديالك داخل الافتر افكت كيفاش بتشوفو. واش بتشوفو بالجوده عاليه، جوده منخفضه، جوده متوسطه. هادشي علاش كيعتمد على القوه ديال الجهاز ديالك ولا قوه الكمبيوتر ديالك. نسيت ما ذكرتكم شي واحد حاجه ولا ما قلتهاش لكم. الافتر افكت كيعتمد على لي رام داكوغ. الافتر افكت كتعتمد بزاف على الرام. يعني هنا فاش غادي تكون عندك فول ويكون عندك واحد البروجي مشارجي بزاف بلي زيفي غادي تقرا عندك ثقيل. هادشي علاش كنديروه كوارتر. انا في الغالب كنخليها كاستم ما كنقيسهاش مزيان. هنا عندنا التايم لاين. عفوا ماشي التايم لاين، طيب ديال داك البروجي. هذاك البروجي شحال بغي ندير فيه؟ ساعه، ساعتين، 30 دقيقه، 5 دقائق، 2 دقائق، 10 ثواني، 20 ثانيه، 60 فريم. شحال غنديرو؟ مثلا 10 ديال الثواني صافي بارك علينا. هنا عندنا اللون. نجيو مثلا نختاروا الاحمر. واش الخطاريط الاحمر غادي يخرج ليا في الفيديو؟ لا، غادي يخرج لك كحل. وديالاش هذاك الاحمر؟ هذاك غير ديال البريفيو كتشوف هذاك الشيء اللي خدمتي. خليوه حنا كحل. الا اخترتي حمار زرق ما غاديش يختلف معاك في الريندر. غترندري بالكحل صامرش. هذاك الشيء غادي نخليوه حنا بالكحل صافي. كلشي هو هذاك. غندير اوكي. هي الكومبوزيشن ديالي مزيان. دابا تكريات عندي الكومبوزيشن. غادي تغلط، غادي تقول لي انا ما بغيتوش هكا، انا بغيت الكومبوزيشن ريل، بغيت نخدمها ريل. غنقول لك ساهله. بغيتي تعتلها غتجي هنا كومبوزيشن سيتينغ ولا كنترول كا. الاختصار ديالها حاولوا تحفظوا الاختصارات لانهم كيختصروا عليك الوقت. الاختصار ديالها هو كنترول كا. عاود عدل. غادي تعدل الكومبوزيشن ديالك. نبدل اللون اوكي. تبدل اللون. عاود كنترول كا. ارجعوا كي كنكحل. سمو مزيان. حتى هنا مزيان. دابا اجي نشوفوا كيفاش ندخلوا التصاور والفيديوهات ولا الملفات الافتر افكت. كرينا الكومبوزيشن. اجي نشوفوا هادشي هذا مزيان. عندنا جوج طرق. يا كنجي لهاد البلاصه هادي وكندير دوبل كليك وكنمشي نجيب الملفات باش بنخدم، اولا الطريقه المعتاده واللي معروفه هي كنحل الملف وكنجر هاد الملفات وكنتيهم الافتر افكت. سهله ماشي شي حاجه صعيبه. ولكن قبل ما ندير هاد الشيء اش قلنا في الاول خصنا نطمو البروجي ديالنا. غادي نمحي هاد الشيء هذا وغادي نكري واحد الفولدر ندير فيه ايماج مزيان. نكري فولدر اخر ندير فيه فيديو. كنتي بتجيب ملفات الستراتور كري فولدر كتب فيه الستراتور. كنتي بتجيب ملفات فوتوشوب كري فولدر ودير فيه فوتوشوب مزيان. غادي نجي لهنايا ونجيب اسيدي هادو نحددهم كاملين كنترول نحيد التصاور بحال ما هكا وندي الفيديوهات نحطهم بلاصه الفيديوهات. نعاود نرجع ندير كنترول نحيد هادو ونجيب التصاور بلاصه التصاور مزيان. الفيديوهات هاد التصاور عندي. دابا رد معايا البال انني غادي نحدد واحد الفيديو هنايا. تزدت عندي هادي رديت على البال في البروجيكت. اشنا هي هذه اللي كتعطيك المعلومات على هذاك لا فيديو ولا هذيك الصوره اللي حددتي. شحال فيه في القياس، شحال الفريم ريت اللي فيه، اي حاجه بغيتيها كتعطيها عليك هنايا. حتى الصور كلشي الصور كتعطيك القياس ديالهم.
كما كتشوف حنا عندنا الكومبوزيشن 19 20 1080. الصوره نفس القياس ديال الكومبوزيشن ديالنا 19 20 1080. كيفاش غادي ننزلو دابا هذيك التصويره للكومبوزيشن ديالنا؟ صافي كنكليك عليها كنجرها ونحطها بحالك صافي وكتحط. ها هي عندنا التصويره دابا انا قبل ما ننزل الفيديو بغيت نشوف هذاك الفيديو كندير دبل كليك. دبل كليك عاد كنشوف الفيديو كيعطيني هنا. الا درت دبل كليك كيطلع عندي هنا وكنشوف كنطلق اسبيس وكيعطيني نشوف لا فيديو ديالي واش هو ولا ماشي هو. فماش وكتقدر تحكم فيه هنا. عاد ضبط الكومبوزيشن ديالك. رجع الكومبوزيشن. دابا هبطنا التصويره مزيان نهبطو فيديو غنجرو بنفس الطريقه. حتى هو راه عنده القياس. لاحظتي معايا نفس القياس ديال الكومبوزيشن اللي عندنا 19 20 1080. غتقول لي انا بغيت نكبر هذا الفيديو مزيان. عنده الخصائص ديالو تقدر تكبرو تقدر تحركو تقدر دير اي حاجه بغيتي. غتحل هنا غتلقى ترانسفورم غتلقى اوديو. غنحلو ترانسفورم. هاد ترانسفورم اش فيها؟ كي قلنا في الاول الانكور بوينت اللي هي ديك نقطه الارتكاز. ها هي ما عرفتش واش كتبان لك ولا ما كتبان لكش. راه هي هادي. عندنا البوزيشن وعندنا السكيل وعندنا الروتيشن وعندنا الاوباسيتي اللي هي الشفافيه. الا نزلناها بتولي تبان لنا التصويره التحتانيه. شتيه؟ عندنا الروتيشن كنقدروا ندوروا على الفيديو ديالنا نديرو كونترول زد. عندنا السكيل كبروه صغروه كبروه ونصغروه. عندنا البوزيشن نحركو على اليمين نحركو على اليسار نحركو الفوق ونحرك لتحت كونترول زد. وعندنا هذيك الانكور بوينت. شتي فاش كنحركها كيتحرك الفيديو. فماش دابا هاد الانكور بوينت لا حركتها انا من هاد البلاصه وحطيتها هنا اشنو غادي يوقع؟ حنا غادي نشوفوا واش غادي يوقع. باش كنحركها بعدا ها الاداه ديالها هي ديال الاختصار ديالها ايغريك. غادي نكليكي عليها هنا ونجي ونكليك عليها ونجرها لهنا. ها دابا الا جيت ندير روتيشن اشنو غادي يوقع؟ غادي يدور لا فيديو من هاد البلاصه هادي. غادي يعتمد لي على هاد نقطه الارتكاز كما قلنا في الاول. شوف شتيه ما بقاش كيدور من الوسط كيف الاول ولا كيدور ليا من نقطه الارتكاز. صافي. حتى السكيل قبيله شفنا السكيل انه كيكبر ويصغر من الوسط. دابا شوف منين غادي يصغر. فين هو السكيل؟ شوف من نقطه الارتكاز ما بقاش كيصغر ويكبر من الوسط. لا من نقطه الارتكاز. هي راه مهمه كما قلت لك رد البال. صافي. الا بغينا نرجع دابا هي عندي هنا انا بغيت نجيبها في الوسط تكون في اللاكس. كيفاش غندير لها؟ غنكليكي كنترول وغادي ندير دوبل كليك هنا. شتيها؟ كاينين سكريبتات غادي نشاركهم معكم كيقدر تحكم في هذا الانكور بوينت ببساطه بالكليك وحده تحولها في البلاصه اللي بغيتي. صافي. هنايا الا جينا لهاد ال50 اللي كتبان لك هنا كليك على فيت غادي يرجع لي هنا. كليك يا سيدي على 6 25% غادي يمشي لبعيد. هنا غتشوف البعد ديال داك الفيديو كيفاش بغيت تشوفو نتايا ولا القرب ولا انا كنخليها فيت غالبا. صافي. كما قلت لك قبيله في الكومبوزيشن شرحنا واحد اللعيبه. غندير كنترول كا باش تعاود نشوفها اللي هي هادي. ها هي عندنا هنا. شتيها؟ انا في الغالب كنخليها في اوتو. كنخلي البيسي باش يخدم براحته ويعطيني البريفيو براحته. الا درنا فول الجوده كتكبر. الا درنا كوارتر الجوده كتولي سيئه. ماشي سيئه في انك الا درتي الراندر بتكون سيئه. لا غير هنا الا طلقنا اسبيس باش نشوفوا لا فيديو ديالنا. شتي كي تمشى تيجري. شوف الا درنا فول بيمشي واحد شويه ثقيل. شتيه؟ غادي هذاك الخطه ديال الحمر تيبان لك غادي تتقطع. مازال راه عندنا حنايا طايح الكاليتي واحد شويه ديال لا فيديو. الا كان تيخدم فواحد البروجي ديال موشن جرافيك وبزاف ديال التاثيرات وديال لي زيفي راه كيكون ثقيل. صافي. من هنا خليها انت في اوتو ولا شوف على حساب الجهد ديال البيسي ديالك ولا خليها كوارتر وتهنا مع راسك. ايوا بعض المرات في بعض التاثيرات ولا لي زيفي من الاحسن دير فول حتى تشوف شنو كدير. صافي. غنمحيو هادشي هذا كامل وغادي ندوزو دابا لي شيب. اجي دابا حنا نرسمو واحد المربع. غادي نرسمو واحد المربع باش نديرو واحد الحركه ونشوفو واحد الخصائص. مزيان. رسمنا هذا المربع. هذا المربع حتى هو نفس الفيديو نفس اللعبات اللي في الفيديو عنده الخصائص ديالو. فكنفتح هاد لافليش كيطلع عندي الخصائص اللي فيها الكونتنت وترانسفورم. مزيان. الكونتنت شنو فيها؟ الريكتانجل واحد
غنفتحو هاد الريكتانجل واحد فيه الريكتانجل بات ستروك والفيل والترانسفورم عاوتاني ديال هداك الريكتانجل. صافي. من هنا اشنو كتلقى؟ السايز والبوزيشن والراوندنيس. هادي الراوندنيس راه تنظن عرفتوها، هي هادوك الحواف اللي تيكونوا حاده كما كتشوف كتولي سموث. هنا راه بوزيشن معروفه، وهذا السايز مثلا نخليو حنا 200 عاد ندير هنا 200. كتشوف درت 200 عاد درت 200 هنا حيت هذاك الربط. الا درت هذا الربط ودرت هنا راه 300 في نفس البلاصه غادي تولي حتى هنا 300. الا حيت هذا الربط تحكم هنا بوحدو وهنا بوحدو. صافي. ترانسفورم اش فيها؟ ترانسفورم فيها 5 ديال الحوايج: الانكور بوينت، البوزيشن، سكيل، الروتيشن والاوباسيتي. تنظن هادشي راه معروف ما نحتاجش نشرحو. صافي. بحال كي شرحنا في لا فيديو. واش انا غادي نبقى اي حاجه بغيت نكليكي هنا ونكليكي هنا عاد نديرها؟ لا، كاينين اختصارات. الانكور بوينت عندها حرف ا، شتي. سكيل عندها حرف اس، البوزيشن عندها حرف بي، الروتيشن عندها حرف ار، اوباسيتي عندها حرف تي. مزيان. اجي دابا نديرو واحد الحركه ديال البوزيشن. نكليكي على حرف بي ندير كي فريم. اشنا هي هادي؟ علاش كليكيت؟ هذه هي الساعه، كنسميها انا الساعه اللي كتسمى ستوب واتش. صافي. عقل عليها، الساعه هي باش كتخدم، هي اللي عطاتني هنا واحد الكي فريم. هاد الكي فريم هو نقطه البدايه، نسميوه حنا مثلا نقطه البدايه. صافي. نمشيو واحد 10 ديال الكي فريم. كيفاش عرفت 10 ديال الكي فريم؟ هما في الغالب سميتهم 10 فريم ماشي الكي فريم. ها هو الكي فريم، هادو كيتسموا لي فريم ماشي الكي فريم. الكي فريم هما هاد النقاط، اما لي فريم هما هادو اللي تيكونوا عندي هنا في التايم لاين، هما هاد الاعداد. ما باغيش نخلطوا بين الكي فريم ولي فريم. دابا انا مشيت شحال؟ مشيت 10 فريم. 10 فريم فين شتها؟ شتها هنا، شتيها فين عاوتاني شتها هنا، فين عاوتاني شتها هنا. صافي. نقدر نجي هنا ونكتبها، نكتب بين نمشي 10 فريم. نقدر نجي هنا ونكتبها، نكتب بين نمشي 10 فريم. نقدر اسيدي انا هنا بين كليكي على كنترول شيفت سهم على اليمين من الكيبورد بيمشي لي 10 فريم. انا ما بغيتش نمشي 10 فريم، انا بيمشي فريم باي فريم. فريم كنترول سهم على اليمين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صافي. بيمشي 10 فريم كنترول شيفت سهم بين نمشي فريم كنترول سهم. صافي. ولا بغيت نرجع للور نفس الطريقه، غير هو كنبدل السهم، عوض نمشي لليمين تمشي لليسار. شتيه. دابا غادي نجيو لهنايا لهاد 10 فريم. غنحدد هاد المربع. شوف لي هذيك الانكور بوينت فين كاينه. شي هنا بغيتها انا. الا درت الروتيشن انا نقول لك مثلا جيت ندير مثلا الروتيشن، شوف شنو غادي يوقع. شوف المربع فين تيمشي. كيعتمد لي على نقطه الارتكاز اللي هي الانكور بوينت، ما كايناش في السونتر ديالو، كاينه في السونتر ديال الكومبوزيشن. انا ما بغيتهاش تما، بغيت نخليها في السونتر ديال المربع. كنحدد المربع، كنكليكي على كنترول من الكيبورد، دبل كليك هنا. ولكن شوف اش وقع ليا. هنا درت واحد الغلط ما كانش خصني نديرو. علاش هاد الغلط وقع ليا؟ لانني عاطي المربع انه يدير حركه، او لا عاطيه واحد الكيفريم. هاد الكيفريم علاش بنيتو من الاول على هاد نقطه الارتكاز. صافي. قلت ليه في الاول انت فاش تكون هنا عطيتك كيفريم، وهو خدا الكيفريم بناء على هذيك نقطه الارتكاز، وفاش رجعت درت دوبل كليك دار لي كيفريم اخر بناء على هذيك نقطه الارتكاز. انا ما بغيتش هذاك الشيء، غادي ندير كنترول زيد وغادي نحيد هذا. الا كنتي بغيتي تحرك الانكور بوينت حيد لي كيفريم، عقل على حيد لي كيفريم. شتي دابا شنو وقع لي؟ غادي نحيد لي كيفريم، غادي نجي هنا ونكليك على كنترول دبل كليك وغادي تمشي لبلاصتها. كما قلت لك دابا نشارك معك السكريبتات اللي كيديروا هذه الخدمه. دابا نرجعوا لبدايه الحركه ونديرو كيفريم. نمشيو كما قلنا كنترول شيفت سهم 10 فريم. مزيان. دابا عندي جوج طرق باش نحرك انا هذا المربع اليمين. تقدر تحركو الفوق لتحت، انا مثلا بغيت نحركو على اليمين. عندي جوج طرق، سواء غادي نحددو ونجر. صافي.
سواء غادي نجي هنا ونطلع هاد الارقام بحال ما هكا. غير هو الفرق كتبين نجر يدويا غنكليكي على شيفت، على الشيفت باش حتى الا غلط وكندفع هكا الفوق، شتي ديالك كتمشي الفوق ولتحت هو زاكي. الا طلقت شيفت شوف شنو بيوقع، شتي الا شديت شيفت ما غاديش يتحرك فوق، غادي يمشي مستقيم. مزيان. نطلقوا الحركه ديالنا ونشوفوا دابا هاد الكيفريم. قبل ما نطلقوا الحركه الكيفريم الاول نسميوه حنا نقطه ا وهذه نقطه بي. اسيدي قلت لهذا المربع انا بغيتك في الاول تكون في هذه النقطه، من بعد بغيتك تكون في هذه النقطه. قال لي واخا سيدي مرحبا. هو مشى سهله. طلقوا الحركه مشى. كتبان لي الحركه سريعه. هنا بعدا قبل باش نبدل الفوج اش كندير، من هنا كنكبر التايم لاين ديالي ومن هنا نقص التايم لاين ديالي صافي. نكبر التايم لاين باش يبان لنا اش كندير. نمشيو مثلا جوج ثواني غنقول هاد الحركه بغيتك تكون في ثانيه. كنجر الكيفريم شتيه كنحددو ونجرو. بغيت الحركه تكون ثقيله كنجرها هنا، بغيتها تكون سريعه كنجمع لي كيفريم بحال هكا. انا بانت لي حركه ثقيله وبغيت نسرعها شويه، بالعكس بانت لي سريعه بنثقلها شويه، بنجيبو هنا ننتقل الحركه نشوف مزيان. عندي حركه ولكن هاد الحركه كتبان لي عاديه ما فيهاش واحد الواقعيه. كيفاش غادي نردها انا تكون فيها واحد الواقعيه؟ غنحدد لي كيفريم بجوج وفوق اي كيفريم كندير كليك دروا كنمشي لكيفريم اسيستنت ايز عقل عليها ايز نعاود كنحدد لي كيفريم بجوج كليك دروا كيفريم اسيستنت ايز عقل على هادي راه غادي نخدموا بها بزاف ضروريه وغادي تحتاجها. غنكليك عليها الاختصار ديالها F9. الا رجعت كنترول زد الا حددتها وما درت F9 غادي يولي عندي ايز. نطلقوا الحركه نشوفوا شويه سموت، واحد شويه سموت. غنجي هنا غنكليكي على حرف ان باش نحدد المسافه ديال الحركه. شوف حركه عندي سموت ولكن واخا هكاك خاصها واحد اللمسه. اشنا هي هاد اللمسه؟ غادي نحدد لي كيفريم وغادي ندخل للجراف اديتور. عقل جراف اديتور حتى هو مهم. الجراف اديتور في الافتر افكت واحد الاداه اللي مهمه بزاف كتخليك تتحكم في الحركه ديال العناصر بدقه على شكل منحنيات، وتقدر تبدل السرعه والتسارع ديالها باش تخرج الحركه ديالك سلسه وواقعيه، وهو مفتاح لصناعه تحريك احترافي. غادي تبان لك الناس المحترفه كتكون عندهم ديك الحركه سموت وكيفاش كيديروا ليها وكيفاش كيخدموها بهذا الجراف اديتور. ضروري ومهم. كيفاش غادي نخدم به؟ غادي نحدد مثلا هنا وغادي نقول لهذا المربع بيتك في الاول تكون غادي مكسيري ومن بعد تنزل السرعه وتمشي بشوي. بحال قلتي مثلا انت بتحط واحد التليفون فوق الطبله، واش انت السرعه باش جبتيه في الاول هي باش تاخرو راه غتهرسو؟ لا جربها وغادي تفهم اش كنقول لك. غنحدد هنا شنو هو هذا بعدا. هذا هو داك الكيفريم الاخراني شتيه ها هو محدد هنا. الا حددت هنا ها هو محدد صافي. غادي نجر هذا. شوف بحال ما هكا. شوف المربع شو وقع عليه. شتيه راه كيتحرك عندي. شتيه غنخليه مثلا هكا. راه نطلقو دابا نشوف. حركه مزيانه. هذه حركه مزيانه ولكن قبل ما نديرها اجي ندوبليكي مثلا ندير كونترول تي نزل لتحت باش يبان لنا شنو كنديرو. غنحدد لي كيفريم بجوج. الا بغيت نحرك شي حاجه كنحدد لي كيفريم بجوج وغنسل بحال ما هكا. نبدلو اللون ديالو بالابيض ونخليو حنايا كي كان في الاول. نردوهم حنايا العاديين بلا اس بلا والو. شوف الفرق كي داير. شتي فرق كبير. هذا سموت، هذا حركه غير واقعيه ما تعجبكش صافي. انا بندير العكس دابا. هذا مربع صفر نعاود نحدد ندخل الجراف نقول له اخويا انا ما بغيتكش هكا، انا بغيتك في الاول تكون بطيء وجيت حتى الاخر تكسيري مزيان. هي غيقول لي توا مرحبا. غادي نرجعو كي كان F9 غندخل هنا عوض نجر هادي غنعاود نجر هادي. شوف مربع عاوتاني كيتحرك. قبيله كان تيمشي هك دابا ولا كيمشي هك. غنجرب بحال ما هكا. هو دابا غادي يمشي بشويه غيجي حتى لهنا وغادي يكسيري. شتي بغيتي نجرب هادي شويه بحال ما هكا. شوف شتي نقدر نعاود نزيد نجرها. شوف اشنو غادي يوقع. شتي تتعاود تزاد الكسيراتون السرعه تزاد هنا. شتي فرق كبير بين هذا وهذا، فرق كبير. مزيانه. رجعوا حنا كي كانت في الاول لان هي الحركه اللي بغينا حنا. هي هذه اللي بغينا حنايا.
شوف مزيان بانت لك انت الحركه سريعه. عاود حدد لك كيفرين، رجع واحد شويه هنا، عاود رجع واحد شويه، ما كاينش المقرام ديال المشكل. خدم داكشي اللي كتبغي تتبان لك انت الحركه مزيانه. دابا كتبان ليا مزيانه، ولكن ناقصها واحد الحاجه، واحد الواقعيه. ما يمكنش تكون هكا الواقعيه كتحرك بهذه الطريقه وتكون هكا، لا، ناقصها واحد الحاجه اللي غادي نوري لك دابا. هبط معايا لتحت، ما غتلقاش عندك هنايا، غادي نكليك على هاد العلامات. الا ما لقيتيهاش ها هي بطلع اللي هي هادي. شوف انا نجيبوها في النص قبل ما نفعلها، غنجيبوها في النص. اشنا هي هاد العلامه؟ هادي هي الموشن بلور. راهي ديك فاش غتحركها بالجهد ما يمكنش تبان لك بحال هكا مقاده، ما يمكنش تبان لك بحال هكا، لا، ضروري غادي يكون فيها واحد البلور. هذاك البلور هو اللي خصنا حنا نفعلوه باش يعطينا واحد الواقعيه. منين كنفعلوه من هادي. شتي اش وقع؟ شوفي المربع شو وقع ليه. شوف الا حيدتها هاد الابيض، انا فعلتها في البيض وما فعلتهاش في هذا. شوف الابيض. شتي دابا شوف الصفر فاش غادي نفعلها فيه. شتي داك البلور هو اللي كيعطيك الواقعيه، ما عمرك تنساه، سواء حركتي نص، تصويره، فيديو، اي حاجه. ديما هادي ما تنساهاش، وهادي تكون خدامه، ما تكونش هك. الا فعلتي هادو تاكد من هادي انها خدامه بحال معاك. شوف دابا عندنا الواقعيه مزيانه، عندنا الواقعيه، حركه ديالنا بيرفكت. دابا اجي نشرحوا هاد الحوايج اللي كيكونوا هنا ولا هاد الخواص اللي كيكونوا هنايا. صافي، مثلا عندنا هادي، الا ما كانوش عندك هادو كليك ضربه، كتجي لهنا وكتختار اللي بغيتي. هادي راه هي السويتش اللي طلع عندنا هنا دابا. صافي، هاد السويتش مناش كتكون من هادي. اشنا هي هادي كتسمى تشاي. صافي، تشاي عقل عليها. دابا انا عندي هاد المربع الابيض، ولا مثلا الا كان عندك بزاف ديال لي لاير هنا فين كتجي الطور ديال هاد، عندي هاد المربع. صافي ساليت منه، ما غاديش باقي نحتاجو. خدمت فيه، عطيتو لانيماسيون ديالو، عطيتو لي زيفي ديالو، مطمئن عليه. غادي نحيدو، ماشي غادي نمحيه، لا، غادي نحيدوه من البروجي. غادي نكليكي هنا وغادي نجي هنا ونفعلها. راه نفس العلامه شتيها، اختفى، ماشي تمحى، غير اختفى. صافي، وراه باقي في البروجي. الا عاودت كليكيت هنا راه بيرجع. شتي هذا هو الطور ديالها. هادو ما نحتاجش نشرحهم، هادي حتى ندخلو شي ملف ديال الاليستراتور ولا نخدمو شي انيماسيون ديال شي ملف الاليستراتور ونشرح لكم الطور ديال هادي باش تعرفوا شنو كدير. صافي، هادو ما نحتاجش نشرحهم دابا. هذا قلنا قبيله هو الموشن بلور، ضروري تعقل عليه. هذا ديال الادجستمنت لاير، هذا ديال 3 دي. فاش كتكليكي عليه كتحول واحد اللاير ل 3 دي. صافي، فيك 3 دي. ومن بعد وغادي ندير واحد لا فيديو غادي نشرحوا 3 دي وكيفاش نتحكموا فيه وكيفاش نحركوه الى اخره. واش هادشي اللي كاين في هاد الخواص؟ لا، باقي واحد الحاجه سميتها لي مود. غندير هنا وغنكليك على لي مود. هاد لي مود معروفين، تيكونوا في جميع البرامج، فوتوشوب، اليستراتور الى اخره. هكا تكليكي، عندك الاد، عندك السكرين، عندك المالتيبلاي، عندك الى اخره. هادشي معروف. عندك واحد الحاجه اللي بغيتك تركز معايا عليها، هي هادي تراك مات ولا الالفا مات الى اخره. صافي، نحيدو هاد لي مود باش ما يعمروش لينا هنا. فين هي تراك مات؟ غادي نرجعو ليهم هما. فين كاينه تراك مات؟ هي تراك مات، هي هادي. صافي، هي هادي. اشنو كدير واشنو الدور ديالها؟ دابا غادي نعرفوا شنو الدور ديالها. نمحيو هادشي كامل اولا نخفيو، ربما نحتاجو ولا شي حاجه كما قلنا. نزلوا واحد لا فيديو قبل ما نخفيوه، نحيدو ليه العوينات من هنا، كنحيدو العينين باش ما يبقاش يبان لينا من هنا. صافي، كنخفيو بحال هكا. كنزلوا لا فيديو ديالنا. هذا هو الفيديو ديالنا خدام، غادي مزيان، صامرش. انا هاد لا فيديو ما عجبنيش انني نخليه كامل هكا. انا بغيت يكون في حدود واحد الدائره ولا واحد المربع ولا اي شكل بغيت انا. الله يجعل لي رسموه بالبانتول. انا بغيتو يبان في هذاك الشكل اللي بغيت انا. حنا سيدي بغينا يبان في وسط دائره مزيانه، سيدي رسم لنا دائره. احنا غادي نرسموا هذه الدائره. ها هي الدائره ديالنا. معنا مكليك على شيفت، الا طلقت شيفت راه صافي، شي راه معروف. انا مكليك على شيفت، تنكليك على سبيس وكنحرك. صافي، ها هي الدائره ديالنا. مزيان الدائره ديالنا خليوها سيدي في الوسط من هنا، من الاونلاين، حتى معروفه، اي برنامج راه كاينه. طلعت عندي هذه الدائره، ها هي الفوق، الفيديو لتحت. دابا انا بغيت هذا الفيديو يبان ليا في وسط هذه الدائره.
هذا هو الطور ديال هاد التراك مات. فلي فيرسيون القدام من 23 لتحت كتلقاها هنايا كتهبط عاد كدير الالفا مات. دابا لا، دابا عندك هاد الشكل الحلزوني تيتسمى هو الربط، بحال كنربطو واحد الحبل شتي. فغادي نجر ديال لا فيديو، الحبل ديال لا فيديو، وغادي نربطوه مع هذيك الدائره. شوف شنو غادي يوقع. بام، الفيديو ولا كيبان ليا في وسط الدائره. شتي ولا كيبان ليا في وسط الدائره. هنا راه والو، هنا ما كاين والو، بي ان جي هنا صافي خاوي. هاد اللي نكحل كما قلنا في الاول راه بي ان جي شفاف صافي. دابا الفيديو ولا كيبان ليا وسط الدائره مزيان. غادي شي واحد غيقول لي انا بغيت العكس، انا بغيت الفيديو ما يبانش لي غير في الدائره ويبان لي في هذه الكحوليه هذه. غنقول لك شوف هنا عندك واحد جوج ديال المربعات هنايا، غنكليك هنا ها هو العكس شتي. ولا الفيديو كيبان لي هنا وما تيبانش لي في البلاصه اللي فيها الدائره. هذه الدائره واش نقدر باقي نحركها؟ نعم نقدر نحركها، ها هي نحركها فين ما بغيت. نرجع هنا كي كنحيدو هاد العلامه باش يبان لينا. ها هي نحركها مثلا، انا بغيت هاد البلاصه هذه هي اللي تبان لي في وسط هذيك الدائره، داكشي الاخر كامل ما بغيتوش ما عندي ما ندير به. ها هي بتبقى تيبان لي دوك الديور مالي بيبقى تيبان لي. ما بغيتش البحر انا سيدي، بغيت البحر ها هو ها البحر يلا صافي. ونقدر نحرك لا فيديو، الفيديو كامل نقدر نحركها. ها هي شتا كتبان لي في وسط الدائره. ها الله يجعلني ما عارفين انت كتبقى تبان لي في وسط الدائره صافي. هذا هو الطور ديال الالفامات مزيانه وكتعطي واحد الحركات اللي واعرين اللي عرفنا نخدموا بها صافي. وغادي نديروا عليها ان شاء الله تطبيقات من هنا للقدام الى سعفنا الحظ، ولا كان بعد الوقت ان شاء الله. ولا كان بطبيعه الحال الدعم ديالكم ضروري الدعم ديالكم والبارطاج ان شاء الله، لانه صناعه المحتوى راه ماشي شي حاجه اللي سهله، كتدي الوقت. لانه باش ندير هذا الفيديو راه عادي كيحتاج الوقت وشحال وانا نفكر وبحال ما لقيت ليه الوقت صافي. المهم هذا هو الطور ديال الالفامات عقل عليها. في لي فيرسون القدام كان شي واحد عنده مثلا من 23 لتحت، من 21 كاع وانت غادي غتلقاه هنا الفامات، الفا انفيرتيت مات الى اخره. هذا هو الطور ديالها. دابا هنا بقات لنا حاجه وحده اللي هي البارنت اند لينك ولا الربط. هذا الربط شنو هو؟ غادي نشرحوه دابا. نحيدو دابا هاد العين، غادي نرسمو مثلا واحد الدائره ما كيهمش اش من اللون، نعاودو دائره اخرى ونعطيوها لون اخر مثلا بحال ما هكا. حيدنا نخفيو هادو واش ميتلفوناش ولا نمحيوهم كاع ما بقى عندنا ما نديرو بهم. دابا غادي انا بغيت نربط هذه الدائره الخضراء بنربطها مع الزرقاء ولا العكس، نربطو الزرقاء حنا مع الخضراء صافي. غادي نجيو لهاد الاداه ديالها بحال الحلزون هنا، شي لا زرتها كتعطينا هاد الحبل هذا ونربطها هنايا. دابا الا جيت نحرك هادي غتحرك مع الاخرى، فين ما ديتها بتبع الاخرى، والعكس الا حركت الزرقاء راه ما تحركش مع الاخرى، لان الزرقاء هي اللي مربوطه في الخضراء ماشي الخضراء اللي مربوطه في الزرقاء صافي. دابا الا جينا مثلا حنا نحيدو هذا الربط هذا بحال هكا، دابا راه فكيت الربط ما بقاش الربط. جينا مثلا هاد الدائره الخضراء عطينا واحد الحركه ديال بوزيشن مثلا، ولا مثلا نحركوها بهذه الطريقه حركه عاديه صافي. غادي نجي نربط مثلا هاد الزرقاء مع الخضراء، غادي ندير بحال هكا، وغادي تتبع في نفس الحركه، ولكن درت واحد الغلط. انا درته عن قصد. شنو هو الغلط؟ هو انني جيت حتى الوسط ديال الحركه هاد ربط. ما عمرك تبغي تربط شي اليمون مع اليمون اخر هو عنده حركه تجي في نص الحركه، لا غلط. ديما جي في بدايه الحركه، ديما في بدايه الحركه. علاش؟ يكون هواويه مثلا مقادين شتيهم، الا كان هنا راه بيبدا مع الحركه من هنا شتي. كي الا جينا ربطناه بيبدا مع الحركه من هنا، هذا بيوصل لبلاصه هذا بيبقى في النص، وهذا فاش غادي يكون في البدايه الاخر اختفى مشى خرج، حنا ما بغيناش هكاك. حنا غنحيدو الربط كونترول زيد، غادي نربطوه في هاد البلاصه هادي منين يكون في الاول. دابا عاد غادي نربطوه. دابا الا جيت نطلق ديرو مثلا هنايا كيمشي معاه في نفس الحركه، ما عنده لا كيفريم لا والو. هاد الدائره الزرقاء ما عندها لا كيفريم لا والو، ولكن كتمشي معاه في نفس الحركه لانني ربطتها معاه. نقدر نربط معاه شحال ما بغيت، دائره تكست اي حاجه بغيت نربطها معاه نكري التكست وغادي نربطو حتى هو معاه وغادي يمشي معاه. نديرو مثلا التكست بحال هكا، نديرو حتى هو هنا
غادي نربطوه التوا مع الدائرة. درت الالفامات، لا خصنا ندير انا هذا، نحيدو هادي شتي حتى النص توا غادي يمشي معاها. اي حاجه بغيت تربطها. هذا الربط كينفعنا بزاف سميتو في تحريك الشخصيات. ضروري خصك انت تعرف تربط. ضروري خصك انت تعرف تربط اليد مع الكتف، مع سميتو مع الجسم، مع الراس الى اخره. المهم هادشي دابا نشوفوه ان شاء الله. هذه هي اداه الربط، ضروري انها هي ضروري خصك تكون عارفها ومهمه. غادي نحاول انني نحبس الفيديو هنا باش ما يجيش طويل بزاف، وكنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه كيف خصها توصل. وإلا كان شي زلة لسان ولا كلمه ماشي هي ديك فكنعتذر عليها. ان شاء الله غادي نكمل فيديو اخر لانه باقي بزاف ديال الحوايج خصهم يتشرحوا، بحال التاثيرات وكيفاش نتعاملوا معاهم، بحال النصوص وكذلك الاصوات. فما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو وتفاعلوا معاه باش ناس اخرى تستافد. ونتلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.